باشا اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من الميمز. ولكن يا شباب فيديو النهارده مفروض ان هي ميمز مضحكه. ليه بقى؟ عشان النهارده مش واخدها من الانستجرام ولا الفيسبوك، لا واخدها من التيك توك، من شانات التيك توك. ومن شانات التيك توك معظم الوقت بتكون بجد بتضحك. فان مش عارف متابعين اللي على التيك توك عندي دمهم خفيف، لكن الباقي معرفش. ولكن من غير كتير يا شباب، فيديو النهارده زي ما انتم عارفين هنخش نعمل رياكت على الفيديوهات ان شاء الله. ما نخش نضحك بس. كنت من فيديو صنع نبي واحد الله لايك اشتراك عايز الفيديو النهارده يا جدعان. 10000 لايك بقى يا جدعان، سهله بقى سهله. 10000 لايك وما تسالونيش يا جماعه لابس كاب ليه، عشان الدنيا بتشتي عندي. تمام، من غير كتير يلا بينا على اول ميم معانا. طيب اول ميم معانا والله كنت متاكد ان هو هيبقى موجود. يا كلاب يا كلاب باعتين. بقى انا عارف ما انا استحق يا جماعه. الفيديو ده فايرال بغباء. بص هفهمكم. بصوا يا جماعه، طب تعالوا نشوف الفيديو وهنفهم مع بعض. بيقول لك قلت الحلاق عايز احلق حلقه الاسطوره، اللي هو رونالدو، حلقه رونالدو الاسطوره. ماشي اوكي. طيب مبدئيا ده ما كنتش بتشتي عندي يا جماعه لابس الكبه عشان انا زلبطه ده. ولكن زي ما انا وعدتكم يا جماعه، لو وصلت 10000 لايك هديها حلقه هقرع. فحلقه تقرع تمام. ولكن انا مش هوديكم الصلعه غير الفيديو الجاي لو وصلنا 10000 لايك على الفيديو ده. ايه رايكم؟ 10000 لايك في 3 ايام اهو ماشي. ولكن يا جدعان الفيديو ده فايرال قوي. الفيديو ده استنوا يا جماعه اوريكم. الفيديو ده على الانستجرام جايب 1,200,000 مشاهده. استنوا تعالوا نشوف على التيك توك كمان. على التيك توك بقى يا جماعه 1,800,000 مشاهده. انا مش عارف ازاي. انا قلت الفيديو ده هينزل يجيب 2000 مشاهده ولا حاجه، 400 لايك وايه واتسطرت على كده. الفيديو دخل يا جدعان. انتوا عارفين الفيديو وصل ايه؟ ان درايف عاملين لي كومنت قايلين لي كان لازم تحدد. حرفيا يا جماعه الفيديو فايرال مش عادي. الفيديو فايرال بغباء. انا الناس بقت توقفني في الشارع تقول لي مش انت اللي حلقه اقرع. انتوا متخيلين ان انا وصلت لفين؟ الناس بعد كده تمشي في الشارع تقول لي الصلعه الذهبيه مثلا، ابو صلعه. انا ليه اخدت القرار وحلقت؟ ما انا كان شكلي زي القمر اهو. ماشي ما علينا يا شباب، نبعد عن الميم ده نخش على الميمز بجد بقى يا رب. طيب نبدا الميمز اللي بجد بقى. بيقول لك القهاوي قفلت الساعه 9. هنخش على الميمز بتاعت القفل بدري. ماشي القهاوي قفلت الساعه 9، انا وصاحبي الساعه 9:05. شفت في حياتي حنين وجدع. انا بحب الاغنيه دي قوي. ما تصورش اي حد فينا ممكن يعيش من غيري. يا ولاد اللعيبه قاعدين في الفريزر. ترامبولين. على فكره يا جماعه الثلاجه دي كمان بتبقى مكيفه وفيها لمبه من جوه، فجامده قوي بجد. او اللي هي العربيه دي بتبقى فيها ثلاجه من ورا، دي بيحطوا فيها اللحوم والحاجات اللي زي كده. بس انا كده يا جماعه يعني انا شخص ماليش في قعده القهاوي قوي. يعني لو بخرج انا والشباب بنخرج مثلا حجز بدل، نروح السينما مش عارف، لكن ما بنقعدش على القهوه كتير يعني. ولكن حتى الحاجات دي قفلت. والله يا جماعه كنت في السينما النهارده، كنت بتفرج على فيلم ايجي بيست، فيلم كويس يعني، تقييمي ليه كويس يعني. فبسال الحفلات عادي الساعه كام، لقيت اخر حفله الساعه 7. ليه؟ ولكن احنا مع الحكومه في اي حاجه. بنحبك يا حكومه. يلا اللي بعده بارت 2. ايه بارت 2 ده؟ ده تأثير ان القهوه بتقفل الساعه 9. يعني دول كانوا هتلاقيهم قاعدين على القهوه فاهمني. لا بص بيعملوا ايه يا عم. بص يا بص يا عم ايه ده؟ دول شديد بتاع نص كيلو لوحدهم اصلا. اصل اللي يطلع بالفيديو ده صنف جديد ده. ماشي احنا برضو ندعم الحكومه في اي شيء. بنحبك يا حكومه. اللي بعده مصور الفرح في اسوأ لحظاتك. ايه يا اسطى ده؟ ايه ده؟ حطيتهم فين؟ هتحطهم فين ورا؟ حطيتهم فين؟ خلاص اتقفشت اتصورت. على فكره يا جماعه انا اشك ان هو العريس والعروسه بيبقوا متفقين مع المصور كده عشان يعرفوا ايه لما يروحوا فرح بقى الشخص اللي كان بياكل ده هياكله قد ايه عند كل واحد تقريبا يعني. اللي بعده وانا نازل من العربيه بعد ما صاحبي نزل فتح لي الباب والناس افتكرتني شخصيه مهمه. الباب بيفتح من بره. كان عايش عليك تكون مراتي وأمي ياسمي كاملة عليك. بتحصل كتير قوي معايا يا جماعه. في واحد صاحبي بغض النظر مش هقول اسمه يعني، وبجد مش هقول اسمه عشان بيزعل يعني، بس انتوا عارفينه يعني. عربيته الباب بتاعها ما فيش باب بيفتح ولا من بره ولا من جوه فاهمني. فهو بيقوم نازل قال لي اطلع من الشباك. انا مش عارف اطلع من الشباك، فنزل اداها خبطتين بالرجل كده فاهمني وفتحها لي. مش عارف ايه علاقه القصه دي بدي يعني، بس نكمل. هي بتعيط بسبب الدبوس اللي دخل في دماغها وهي بتلبس الحجاب. ايه ده بتوجع قوي. انت مع سوس البنطلون بعد ما قفلت على عنتره ابن شداد. لا انا مجنون بس انتي يا جماعه دي بتتحس
مش قادر حتى اقول اللي بعده. اللي بعده امك قالت لك 10 دقايق وطفي الفرن، انت بعد ساعتين. شوف بقى شريط حياتك بقى، شريط حياتك بيعدي قدامك خلاص. امك هتحطك انت في الفرن المره الجايه خلاص. موظف شركه وي دخل على مراته لقاها بتخونه. ايه السيناريو ده اصلا؟ انا جيت يا بنت في ايه؟ هو الفيديو علق ولا ايه؟ لا كرييتيف، لا ياض كرييتيف، سقفه بجد اقسم بالله كرييتيف جدا. انا جيت وكمان لابس موف كمان نفس شعار وي وبتاع عشان وي بتعلق. بس والله وي الحمد لله الحمد لله. استنوا ايه المنظر ده؟ ما علينا. بيقول لك والله العظيم يا جماعه وي ظبطاني. الباقه بتخلص بسرعه بس النت شغال الحمد لله، اعرف ارفع فيديوهات بيه. بحبك يا وي، يا ريت تعملوا لي سبونسر ارجوكم، بحبكم. ولا شكلهم هيغدوا. لا لو هتغلوا النت هاتوا البوسه تاني عشان سمعت خبر ان هم هيغلوا النت يعني. مالي. بيقول لك وضعيات تصوير احترافيه للصحاب. ماشي خلينا نشوف. ايه وضعيه الكرفين. حلو والله ممكن اتصورها عادي. شكلهم عيال بيعرفوا يصوروا يا جماعه. شكلهم عيال ما شمال يا جدعان. ليه يعني ماشي قلب من فوق بتحبوا بعض، من تحت بتكملوا الصداقه تحت يعني ولا ايه؟ انت كده بتعلم على بواسيره حضرتك. ليه في قلب هنا؟ وليه لابسين النضاره من ورا؟ وليه وايه في إيه؟ بجد غدر الصحاب يعني يعني الانسب انهم يعني ده انسب، لكن انك كده لا. ايه ده يا جدعان ده؟ طب بقيه الوضعيات، وضعيه الفخامه لا حلو، لا حلوه وجميله. وضعيه ما بقعش. هو ايه اللي بقع؟ انا يا جماعه الوضعيات دي هتجيب لي حاجه. لا نخش على اللي بعده. ابوك قال لك خش اعمل لي كوبايه قهوه. لسات مع اجدع ناس، لسات مع اجدع ناس، لسعت وحاجات. ازاي اللمه دي ثانيه. انا اللي ما شدنيش الفيديو القهوه، انا شدني الضرفه المكسوره دي. هقول لكم الضرفه المكسوره. الضرفه المكسوره دي الفيديو ده متسجل بعد ابوه رقعه علقه. ابوه دخل مسك دماغه دخله كسر بيه الضرفه اللي تحت دي. يعني ده جاي لكم بعد الحادثه ما حصلت خلاص. ماشي. بتخانق في الشارع وبدل ما امسك طوبه مسكت الله. تقريبا شفته قبل كده الفيديو ده. شفت قبل كده بس كل مره جامد جدا. على فكره يا جماعه كتير منكم بيقول لي اصلا انت بتضحك على كل حاجه. يا عم ما تخلينا نضحك يا عم، يعني هو الضحك ببلاش، خلينا نضحك اصلا ونهف. انا والله يا جماعه طول الفيديو مضغوط، طول اليوم مضغوط وقاعد بسجل بقى فيديوهات كتيره وبتاع، فباجي في الفيديو ده بفك اي حاجه والله لو فيها ان شاء الله هنت 1% ضحك بضحك عليها يعني فاهمني. فانا مش بفيك الضحكه او كده، جاست هاف فن يا اسطى يعني. مش عاجبك اطلع من الفيديو هقول لك ايه يعني. بس الاهم لو فضلت من الفيديو صلى على النبي وحد الله لايك اشتراك اساسا في النهارده 10000 لايك واشترك بقى يا اسطى، عايزين نوصل نص مليون تمام. ويلا بينا نكمل. بيقول لك شكلي وانا قاعد باصص في عين المستر بعد ما اديت لصاحبي والمستر شافني. انا عايز اعرف انتوا المواقف دي يعني البوينت اوف فيو دي بتجيبوها ازاي؟ بتفكروا فيها ازاي اصلا؟ يعني انا لو تخيلت ان انا اديت لرجب اقول لك عشان كان بيبقى قاعد جنبي في الفصل اديته والمدرس شاف. تصدقوا عملناها قبل كده. كنسل. عايزين نقفل على الموضوع ده عشان رجب الناس بتوقف في الشارع يا جماعه. رجبولا الناس بتوقف في الشارع، اي حد يقابل رجبولا في الشارع بالله عليكم يبيض عليه. هو ما بيحبش يتصور بتاع بيضوا عليه يا جماعه، انا بقول لكم تمام. ما علينا. اللي بعده. الناس الطبيعيه لما تشبه على حد تعرفه بتروح تتاكد ان هو الاول عادي. انا رايح ارزع قفا لواحد غريب عشان شبهت انه نفس قفا صاحبي. هو فيديو زي ده مش هضحك عليه ليه بقى، هو موقف حلو بس ما يستدعيش الضحك يعني. مره واحد صعيدي جزمته اتقطعت راح يخيطها، بعد اسبوع بقت كويسه راح فك الخياطه. قلت لامك انك اتعرفت على واحده من 6 اكتوبر وقلت لها ما تقولش لحد. ابوك تاني يوم في الصاله. حلو قوي. والله حلوه. بقول لكم ايه اكتبوا تحت في الكومنتات يعني ايه عايز كومنتات مثلا اسم بنت معين ابوك ممكن يلمح عليه ازاي. يعني الريبلاي على الكومنت ابوك ممكن يلمح عليه ازاي. يعني مثلا ايه اسم مثلا ندى يقوم مثلا ملمح عليه جايب مثلا ازاز ورش عليه ميه فيبقى ندى الماء فاهمين. اكتبوا حاجات احسن يا جماعه عشان انا معاق تمام. اللي بعد هي زعلانه عشان عندهم 5 تكييفات بس انت بعد ما لبست الكلوت اللي كنت حاطه في الثلاجه.
هو اديكوا كتير بقى يا جماعه، احنا في الشتاء يا جماعه وانا مشغل التكييف، شغال على تنقيه الهواء عشان الهواء ريحته منتنه قوي، مش عارف في ريحه نتانه في الاوضه، بس والله مش مني، هي تقريبا الفلتر عايز يتنضف او حاجه بتاع التكييف. انت رتبت اوضتك ومستني امك تشوفها وتقول لك شاطر. هي بص يا ابني، هي كلمة واحدة بس اللي هقولها لك. ايه بقى؟ هيحصل ايه او فيها ايه لما الأوضة تفضل نظيفة كده على طول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تروح حصل. حسبي الله ونعم الوكيل. حصل. لا بس ربنا يخلينا امهاتنا يا جماعه. عايز اقول لكم حاجه بجد مش بهزر، وبنسبه كبيره ماما مش بتشوف فيديوهاتي عموما يعني، مش غلاسه منها بس هي مش فاضيه يعني، ولكن يا جماعه بجد كلمه مني، كل ما تكبر اكتر لسه كل بجد ما هتعرف قيمه امك وابوك. تمام يعني انا وانا صغير بقول لكم من دلوقتي، انا وانا صغير كنت بقعد اقول هم بيخنقوني ليه وبتاع، والله لما تكبر ولما تكبر كمان اكبر يعني تكبر اكتر كمان هتعرف قيمتهم بجد يا اسطى. فاستمتع بيهم عشان في غيرك بجد يا اسطى يعني بيتمنوا يقعدوا معاهم ساعه واحده. تمام مش عارف انا اتكلمت جد قوي ليه كده، بس يعني نخش. تستغرب ليه مش عارف تذاكر؟ الوليه الفلاحه اللي اديتك عين جابتك الارض. اكبر يا عم. هو دومفريز ده بيعطل؟ ده طلقه، اللهم صل على النبي يعني. الواد صحة جبت بنت كلب. حسام طلقه حسام طلقه حسام طلقه ما بيموتش خالص. ايه ده؟ اهدى انت. ويا مان انا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، انا في حد، انا مش هقول اسمه، بس في حد كده او كام حد اقسم بالله رادار، عارفين الرويتر؟ رادار عارفين انتوا الرادار اللي بيستخدموه في دلوقتي؟ اقسم بالله اي حاجه بتحصل في حياتي حصلت من هنا ما قلتهاش، حتى عين من هنا تيجي فلقاها. حسام طلقه حسام طلقه حسام طلقه حرفيا، وحد قريب جدا مني. ماشي هو مش حد، هو اقول اسمه ولا لا؟ هو حد يا جماعه، انا هجيب العيد لو اتكلمت. هو حد يا جماعه ما يربطنيش بيه غير حاجه من بعيد قوي 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 يعني، وبقابله مره كل سنتين ثلاثه مثلا، ولكن حاجه كده عين ايه، قل اعوذ برب الفلق. والله الجو لبش اليومين دول، في إيه حضرتك؟ انا بطلع الاجر. ها في ايه؟ والله بطلع الاجر اقسم بالله. عايزه حاجه؟ انت محتاجه حاجه اجيبها لك؟ انا زي اخوك. معاكي فلوس؟ ها ما انت هو في شبكه عند وشي يعني حضرتك ولا في ايه يعني؟ طب ما تصوريش عشان انا بس يعني ما حدش عارف ان انا خارج، عشان رايح الشغل يعني ومش عارف لحد. اوعي تنزليه على النت صح؟ مش تنزليه صح؟ اوعي تنزليه على النت. بقى عنده انت محتاجه حاجه شباب بقى عندها بجد. تروما. في اصل انا اجيب لك يا جدعان انا في الحل زي دي انا هقول لا انا ده الحل النهائي يعني. هعمل ايه طيب؟ ما انا كده انا بهزر. انا بهزر، انا ولا بدعم دول ولا بدعم انا ليه بدخل في المواضيع دي؟ نخش على اللي بعده. واحد منوفي مات واشتراكه في الجيم لسه ما خلصش. موجود ودايس على نفسك ونفس امك ونفس هو ايه ده؟ موجود. هو ايه ده؟ هي ازاي شغاله لوحدها؟ هو ده بيحصل عندكم في المنوفيه ولا ايه؟ معرفش ايه ده. دايم ام نسيت مفتاحها وبقالها ساعه بتخبط والجيران بيكسروا في الباب. انا في الحلم مستغرب ازاي الغوريلا بتناديني باسمي. يا هشام يا شوبه افتح الباب يا زفت افتح يا ابني والله ما هسيبك والله ما هسيبك. حلو كده يا جماعه. كل الميمز حرفيا بتنطبق على حاجات حصلت لي قبل كده، فببقى عايز احكيها لكم يعني، بس مش عايز ارغي كتير عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي يعني. كنت هقلع الكاف، قلنا 10000 لايك في 3 ايام وهوريكم الزلبطه الفيديو الجاي. علينا. اقول لك ايه، بكلم صاحبي في التليفون وعمالين نهزر، ولقيت امي واقفه لي على الباب الاوضه ومش عارف هي سمعت ايه وواقفه من امتى. يا جماعه دي دي وحشه قوي بجد. اصل انت بتبقى قاعد واخد راحتك قوي. ولا مره يا جماعه انا على طول بخاف يا جماعه، على فكره بخاف من الموبايل، ما بضمنش ان هو قفل. ليه؟ عشان مثلا افرض انا مثلا بكون قاعد بتكلم في ديسكورد مثلا مع اصحابي، امي اتصلت فرديت عليها وبعد كده نسيتها اقفل، وفتحت بقى مع اصحابي. انتوا عارفين انا ببقى قاعد مع اصحابي يا جماعه، بهجت صابر وابراهيم فين، وبنقعد بقى نرقع في بعض. فبخاف ان هي تبقى بحد سامع يعني. بس الشتيمه عيب اصلا، ما بطلوا شتيمه، عيب، الشتيمه حرام. الطياره عطلت بيكم في الجو وانتوا 9 وفي 10 باراشوتات متاحه. حلو، طب ماشي، في واحد زياده. صاحبكم الادبي وهو بيفكر يضحي بنفسه عشان تعيشوا انتوا. هو ازاي لايق قوي كده الميم ده؟ تعيب. الميم لايق جدا بجد. بتتخانق مع واحد بيكتب بسرعه ورزعك قصيده 8 سطور وانت لسه بتكتب، اشكو تخشلك.
لا انا الحمد لله فاست تايبر. اللي بيكتب بطيء هو عبده. عبده هو اللي بيكتب بالراحه قوي يا جماعه. يعني بكون رقعت له مثلا بتاع 8 سطور وما قال لي حرام على فكره. واحد هندي حبيبته سابته. بقاش تنمر يا جماعه، بقاش تنمر على الهنود يعني. نخش على اللي بقى. امي حذرتني، اسمها حذرتني بالذال يا اسطى، حذرتني اكتر من مره ان في شاي على الارض عشان ما اوقعهوش. انا برضو انا بشوطها احسن من رونالدو، ما حدش بيشوط احسن من رونالدو. انا بقول لك اهو. ثم حاز ما نعرفش، ترجع الكوره مره اخرى، يمشي كرفخان، يلعب كرفخان، حاط الكوره والثاني. جدعان لا سقفه للراجل ده. الراجل ده ضحى بكنبته. ايه الغباء ده؟ بسجادته وشربه الابيض عشان خاطر الفيديو ده. لا احب الديترمينيشن في الفيديوهات، الاخلاص، اعشق كده والله. بدأ الامتحان ولازم اقول دعاء النسيان ونسيته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من كام يوم في الامتحان ليترلي انا حرفيا. انا بعد ما عرفت ان علينا حصتين رياضيات. قررنا نكسر الروتين بتاع كل يوم. قررنا النهارده هنتغدى في الحمام وهنقضي كل اليوم في الحمام. طبعا اكل بقى وشرب هو انتوا كنتوا بتعملوا كده انتوا كمان؟ احنا كنا بنعمل كده، كنا بنقضي الحصه البيض كنا بنقضيها في الحمام والله، لدرجه ان احنا بنزهق كنا اقول ده رجب ولا لا؟ طيب كان انا ورجب كان في صاحبنا اسمه بيبدا بحرف العين، عين وبينتهي بالميم. هو مش هقول اكتر من كده تمام؟ اكبر منها بسنه، اهو ساكن جنب رجب. مره من الفاضي يا جماعه استغفر الله اسماء. هو الشباك عندنا ايه، الباب كان موجود وفي ازاز كده تقدر، المفروض ازاز ما بيترفعش بس احنا كنا بنرفعه يعني، او مش عارف ايه اللي جه في دماغنا ان احنا نرفع الازاز ونبقى مصورين عشان هو ايه كان بيغسل ايده جوه. الواد طلع قاعد فتح بحر. الصوره انا ما شفتش الصوره، اقسم بالله شفتها الصوره مع رجب، ما اعرفش بقى هو شافها ولا لا، بس يعني والله العظيم ما حدش يعمل كده يا جماعه. انا بقول لكم مواقف ما تعملوهاش، انا بقول لكم اهو. ما علينا اللي بعده. انا والرجاله بعد ما لقينا ان احنا كلنا في لجنه امتحان واحده، عاركوني على ارض مضيئه، اوعوا تسورجوا ده انا جيها. العمر ده مش هيطول، العمر ده مش هيطول، اديني سكينه وانا هعدك، ارجع وانا هعدك. معلش يا جماعه اسمها اسكندراني، فاي اسكندراني بيسمع ده بيقلب. عارفين انتوا الحيات لما تتضرب بيقعد يعمل كده زي البورس، اي اسكندراني كده فاهم؟ فده انت عايز تعرف حد اسكندراني لا شغل له المهرجان ده هتعرف هو اسكندراني ولا لا. امي وهي بتشكي لابوها عشان ما رضتش اساعدها. لابوها ايه؟ ابويا معلش. امي وهي بتشكي لابويا عشان ما رضتش اساعدها. سابني ومشي، سابني ومشي، سابني ومشي، سابني ومشي، سابني ومشي، سابني ومشي. خلاص يا عم كرسي تقيل، كرسي تقيل، كرسي تقيل، تقيل عليا. سابني ومشي. والله يا جماعه يعني عايز اديتور بلور عليها، مش هنظهرها غير الفيديو الجاي. انا بقول اهو بلور عليها يا اسطى كده ما تظهرش اي حاجه من الصلعه. قلنا نوصل 10000 لايك وهوريكم الصلعه بقى كده. بالظبط ماما بالظبط حبيبتي. بحب اللي بعده. جرسون ايه ده؟ الجرسون مش جرسون. وايه ده ايه؟ انا مش هكمل في الفيديو، لو كملت في الفيديو ده انا هيجي لي حاجه. نخش على اللي بعده على طول. البنات بتتكسف من صحابها، صاحبي اول ما يشوفني والله العظيم عبد الرحمن بالملي. جدعان بقول لكم ايه، والله العظيم بقول لك ايه، تعال انا ليه هتقولوا لي انت بتكذب وظالم الراجل وبتاع. اهو يا جدعان الشات بتاع عبده، بصوا كده بيقول لك انا لسه ناقل سلسله روعه طالعه فوق الميه ب 3 سم والسيفون والجردل مش قادرين عليها، وصورتها بعد السيفون ابعتها. شايفين باعت لي ايه؟ شايفين عايز يصورني يعني. لا اله الا الله. اللي بعده. انت مفهمها ان خالك رجل اعمال كبير، خالك في بيتهم اول ما لمح علبه بايرسول وفاكرها عصير. يا جدعان بقى كفايه الميمز دي بقى. وما تاثرش بالفيروسول. لجنة الامتحان شدة جدا وسلمت الورقة فاضية بعد نص الوقت ومشيت. المراقبين والمشرفين الدور في اللجنة مع العيال بعد ما انت مشيت. عشان كده ما تسلمش بدري اهو. عشان كده ما تسلمش الورقه بدري. انا بقول لك اهو نصيحه من واحد، خليك في لحد اخر الامتحان، غير لو انت حليت، لو حليته خلصت، بس برضه غش حرام اصلا. لا تسلم بدري لو مشيت. جالس تحاول تنقل من السبوره الاستاذ.
تعرفوا ان انا بقيت بعرف حركه المدرسين ها، عشان انا في كليه دلوقتي بقيت بعرف حركه المدرسين. لما كنت في المدرسه يعني من حركات جسمه هيتحرك يمين ولا شمال. لا انا ده هتكنسلني، اشيلها ولا ان شاء الله ما يكونش في حد من الكليه عندي بيتفرج على الفيديوهات اللي بعد. وانا في ثالثه ابتدائي قدام مكتب المدير عشان لغوا حصه الالعاب. واحنا لو كلنا متنا انتوا هتحكموا مين؟ هتحكموا مين؟ قول لي. الغلابه يا حكومه، الغلابه يا ريس، الغلابه يا ريس، الغلابه كتير يا ريس. شو يا دمه؟ احنا لو كلنا متنا انتوا هتحكموا مين؟ جايين على حق الغلبان والفقير. اللي بعده. وانا بشجع صاحبي في الامتحان عشان يحل ويغششني. عاش الرجاله. هو بيولد ولا ايه في ايه؟ بيحزق. البيبي نزل خلاص. بيقول لك اطفي النور واقفل سنوسك وغمض عيونك. ايه سنوسك دي؟ ما معنى سنوسك؟ واقفل سنونك وغمض عيونك. سنونك هيحصل شيء ما هيحصل اي حاجه. قفلت النور، قفلت سنوني وغمضت عيوني. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هينفع اتكلم. الفيديو اللي قبل الاخير معانا كده. بيقول لك مصر ما فيهاش شباب وسيم. امال انا هنا بعمل ايه تاني يا عم بقى يعني؟ يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، تعرفوا ان انا بجد انا شبه محمود الوسيم دلوقتي. بجد دلوقتي انا عامل كده والله العظيم. انا زيه كده بالظبط. انا شبهه جدا دلوقتي. ماشي، اخر مين معانا؟ في مشكله حصلت في المدرسه، احنا في الشاشه والمدير بيراجع الكاميرات، غالبا هناخد فصل بعديها. حلو حصل ماشي. بس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده من ميمز التيك توك. ميمز حلوه والله مش بطاله خالص. اتاكدوا انكم تخشوا تعملوا لي فولو على الانستجرام والتيك توك، وبرده خشوا جروب الواتساب جامد جدا على فكره في الديسكربشن تحت. وصلنا بوحد الله، وزي ما قلت لكم 10000 لايك وهوريكم الصلاه. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي. مواعيد الفيديوهات اصلا خلاص بقت ثابته اثنين وخميس، فاشوفك يوم الاثنين الجاي باذن الله في نفس الميعاد. بحبك جدا. وبس اليوتيوب بيقول لي فيديو جامد جدا، روح اتفرج عليه. جود باي. صحيح في قناه جيمنج برده، روح شيك عليها، نزل عليها فيديو جامد جدا.